الذين ما زالوا لآلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. خدای تعالی سورة التكاثر دا معلومه سورة التكاثر مكيه نازل بويا، مكية وهي 8 آيات 8 آيات. خدای تعالی ببین سورة هذا بحث إنساني وبزحبونا مالي خوا وبزحبونا عشيرة خوا وبزحبونا ظروف خوا مشغول بالطاعات وعبادته خدي إذا بجيت غدن خدای تعالی بحثوان فيه. بألهاكم التكاثر والمشغول كرن زحبونا مال تردونا ما إخلاقكم إلى ليه حتى زرتم المقابر، حتى ونبرنا النابا مزلا يعني حتى ونبر. كلا سوف تعلمون منع من شبه مشغوليات أبزاروك وندرش طاعات وعبادة خدا بردن والبوان مشغول بدن بفربونا زاروك ومال الدنيا والعشيرة ونهيزان بن. ثم كلا سوف تعلمون غير جارك دي منع ببن ونهيزان بن. إذا تفردا زانبونا بيشي بويا الدنيا يا قبريا زانبونا ددوا بول آخرتي وقت خد تعالى وتابج جهنمي هندية. كلا لو تعلمون علم اليقين منع ببن أجر كلام كسر دنجي كيجوتي ودناي كلا سيدي ما لو يستدنج ما لو تعلمون أجر ونزانبن زرتبونا كحقيقي يقيني لا ترون الجحيم أو جواب قسمها وني ببين جهنمي وني آجر ببين ثم لا ترونها وني جارك دي جهنمي ببين عين اليقين بالنفس أخوة يقيني حقيقي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقيرا وني ورنا برسكران وسوال كران ويروجي وروجا قيامته عن النعيم لسر نعمته بو خدي تعالى الدنيا يتدانا إنسان نعمته بجوك ونعمته مظن خدي تعالى وحساب وبرسو سوالا ويبكي. إذا إمام زمشتري خدای تعالی جرازي به لتفسير كشاف دا تفسير سورة التكاثر دا وهاد بيجي ألهاه عن كذا وأقهاه إذا شغله، يعني معنى ألها ومعنى أقها يعني وقت يقول إنسان مشغول بكج عبادته خدي. والتكاثر تكاثر تيا التبالي في الكسرة والتباهي بها، أواجو إنسان زحمه خبدي قارشي هبدو تربوني دا وبهبرة مجادلة بكي يعني مكمنا يارشيدا. وأن يقول وأواجو ببيجن هؤلاء نحن أكثر أم حلقة زحف وهؤلاء نحن أكثر أبيديش بيجي أم حلقة زحف. روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بهاتي رواية كرم قبيلة بني عبد مناف ويا بني سهم هردوكا خمزن كرم يعني أيهم أكثر عددا كيجوا فرا كيجوا زحفة زلامي كي زحفا ولو كتنا يرشد. فكسرهم بنو عبد مناف بني عبد منافية غلبية واكر جوازح تردر كتن. فقالت بنو سهم بقبيلة بني سهمية قول إن البغي أهلكنا في الجاهلية وبغي الظلمي أنبرنا هلاكة وعد جهلتنا أم جبوه له كيمن فعادون بالأحياء والأموات ناخو أمي ساغو مريا تبا بجميرن بكاكي زخ فإذا بتشونا بر التلفاز وآبي ما أطلع كسا ولو خبوا مظلوم كرن فكثرتهم بني سهم إن البغي آلكنا
يعني باغي خلقي جمرة باغي مشغل ترى يعني تيجا باغي يعني يابو مثلا خلقي تعدارين مكرية أم كشتنا وجبوه له أم كيبونا يعني خلقي مظلوم مكرية أم كنا إلاكي أم دك أو صح لا من جبوه له أم كيم درت كبن وجبزي دركت أم زقة درت كشتني يعني بالأحياء والأموات بلي ناخو وقتا قولوا يا أمي مريا ساغو مريا تبع بجميرن يعني مي تبع بحث بينن إذا فكثرتهم فالنساء جواب فرتربنا ضرار بنا غلبية واكبنا يعني والمعنى معنى هذا الشيء في آية أنكم تكاثرتم بالأحياء ونجوا كربونا وغلبيتا وبساغاء لسلمتشيبو حتى إذا استوعبتم عددهم حتى قوة عدد وتمامبو سرتم إلى المقابر يعني عددي ومثلا قوبجة كيم تركت إيوانا زح تركت حتى مبلنا نابا مزلا إذا فتكاثرتم بالأموات وشي خب مليا فزحكر وزورا بني عبد المناف أبر دبي عبر عن بلوغهم ذكر الموتى دبي هاتي اعتبار كرن يعني قوم مساهاتا جبالا مسامرية بزيارة القبور يعني حتى زرتم المقابر يعني تهكما بهم أفضل تعالى تناظر خطواتهم يعني من خلقاسي وقولوا بر حتى وشنا نابا مزلا حتى ومدية خجي جباتي هي عدد وجاوز دتهم وقيل قلتنا ولا كانوا يزورون المقابر بمعنى شو زيارتات تربات كرن وفيقولون تقول هذا قبر فلان أفتربا فلان كسا وهذا قبر فلان أفتربا فلان كسا عند تفاخرهم وقت يقول باقولوا خبوا مظن كرن فخر خبت واشي والمعنى معناه هندي وهاكذا يعني ألهاكم ذلك والمشغول كرن بها هو تشوف مريه قد جمارتن وهو مما لا يعنيكم أبجوان تشتيقوا نمقصدا وبون نغاية وبون ندردي وبون ولا يثدي عليكم في دنياكم وجورا باشي منفعتي نادي لسروجي بند دنياي دا وآخرتكم وند آخرتي دا جتش عما يعنيكم أو ما يقول دردا هدف مقصد جورا سيدا من أمر الدين سيدا أو عما يعنيكم متعلقة بألهاي ربك يعني أبج مرتنا مريا ومشغول كربو جتش يعني تشتكوا جورا نمقصدو عفوا دقيقة ظلامي تمام تشتكوا جورا نمقصود بو ومشغول كربو جتشجي عما يعنيكم تشتكوا جورا مقصود بو ها من أمر الدين وأول شيء بيجا من أمر الدين جاء أمر الدين الذي هو أهم أو أمر الدين يقول أن إيه مهم بو وأعنى أن إيه بو مقصود بو من كل مهم جي تمام تشتي مهم ومقصد دي ومسا أمر الدين ولو مهم بو بدنياي والمشغول كرن جاء أمر الدين بلى ياجي أو دقيقة يا ظلام يعني الروايات جوري بر بني عبد المناف قرا سكن إيه وقت بني عبد المناف دا بيوم السلام من الحياة بو إجا ودبي ومشغول كريه جاء أمر الدين أما مرد دبي بآيته خطاب بأبي الدورة بيغمبر رادك الدورة بيغمبر الزينة ها؟ بس آية بني عبد المناف بني سام هذا بيجي الدورة بيغمبر زمان بيغمبر أهل مكينة يعني ند وقت بني عبد المناف قال لا كمل برينين أنا شو مثلا عيني يا وقت دوام دكي إيه تمام نية بتشينا يعني إيه باشي وستنا بيه قبيلنا تمام يعني أو أراد ألهاكم التكاثر بالأموال ينجي مقصد به والمشغول كرن تربونا بمال والأولاد ويازاروك إلى أن متم وقبرتم حتى قوون مرد يونخصنا قبرا وتربادا ومنفقين أعماركم ودار عمري خا في طلب الدنيا طلبات دنياي ونقول دنياي وعمري خا نفقان
والاستباق إليها ودائما شلفات يرشمها تجاربه والتهالك عليها ونسرمه وخبرها هلاكه وخو مشغول إلى أن أتاكم الموت أتاكم من الثرودها لا هم لكم غيرها غير الدنيا يتم مقصدها ميوتنا عما هو أولى بكم جبيت تشتيق وبيشتر بوجورا حقتر بوجورا جتش من السعي جوي خزمته مشى لعاقبتكم جبو آخرتها فا جبو باشي سيدة أفتح عما سيدة عما هو أولى متعلق بشو فكر عما هو أولى إلى أن بتم سيدا وخبرتم منفقين أعمالكم في طلب الدنيا دم منفقين شيء إلى أن أتاكم الموت. نعم أزولا بني أنا عما هو أولاكم أو سيدا أو أراد ألهاكم التكاثر أو عما هو أولى بكم من السعي بني وقتك أرى فرد كذلك ملعب كريم كدر بدينا دقات بكان أزولا بني أو متعلق بيدا بها درس كتياراي بني تعلق كما يا أزولا ألهاكم بني أو أراد ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم هم تعلقوا بيدا بها أراد بلي عما هو أولى بكم من السعي ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد ألهاكم إلى أن متم وخبرتم منفقين أعمالكم في طلب الدنيا والاستبقاء لها والتهالك عليها دعوانا تمامين شيء حتى كينجي إلى أن أتاكم الموت بتعلقين تبع يعني مني أزولا من سيدة يقوم تناطي حتى غوريا ما تقدان دا مني ألهاكم سيدة عفوا بلا شاكر نزل كذا أكيد نزل أو إلى أن أتاكم الموت منفقين أعمالكم منفقين أتاكم الموت تمام لا هم لكم والتهالك الدنيا إلى أن أتاكم الموت غيرها تابعين يعني يبقوا مشاكلكم عنا نقول قبيلة أوي قبيلة باب التنازع تبري غدني يمكن تعلق تبع كروتش متعلق تبع الغلام سيدنا يقوم ماذا ألعبكم؟ سيدنا ملويسي ربط ضبط عبارة أنا تجانب سيدنا من عيسى تنازط قلت الربط ضبط عبارة دي قطنا كيها aynen bina seyda mera şakir yani şuradan buraya ila en amma huve evla bikum el hakkı tekasür amma huve evla bikum ايوه من كلام سيدنا وزيارة القبور عبارة عن الموت يعني وقد تعالى بهتا ونبرنا نظام يعني إلى أن أتاكم الموت يمتلي خبر أو تكتبوا أو نيم بسيدة من السالة السالة إلى أن أتاكم الموت لا منفقين أعمالكم في طلب الدنيا والاستبقاء لها والتهالك عليها أوانات تبع ممكن إلى أن أتاكم الموت أب إلى أن أتاكم الموت أمثال تعلقها إلى أن أتاكم الموت بخبر بالنقل أو عمان لسروي لنا سيدنا ملا شاكر دبي عما هو أولى بكم ليه أنوي قطوا سيدنا أو وجه سيدنا ملويسي خوشها وان بيجي الحاكم إلى أتاكم إلى أن أتاكم أو نقطة خوشها نوع وبيجي ألهاكم إلى أن أتاكم ناخر سيدة منفقين أعمالكم إلى أن أتاكم بيجي أو إلى أن أتاكم الموت أو استباق التهالك عليها
تمام. إلى أن أتركوا الموت. ديجا ألهاكم التكاثر عما هو أولى بكم. أو بتاع الغيبة الهاكم كشي تبي خبر هذا السيدة. السيدة الملويسي. خبر السيدة الملويسي أزولام يتنبه. أجوي خبر الدماء. عما هو أولى خبر الدماء. ملك. إلى خبر تجي عما خبر دي خبر تمام كرم كسلام أنا عبد الكريم كرم كأزولام. وزيارة القبور عبارة عن الموت. يعني وخذ تعالى حتى زرتم المقابر أتون شنو زيارتها قبرها يعني مقصدهم الملك وقت مقصد للسلفيلا والقاسية حتى عندي وبتربونا مال وزحبونا مال وزاروا وعشية ومشغول عبادتي خذي قال بشعر قوتيا قبا مثلا بيجم زرتم بمعنى مرنا قوتيا لن يخلص العام خليل عشرة ذاق الضماد أو يزور القبر لن يخلص العام بإسا كسر خلاص نابي خليلون تدوس عشرا ده شبا ذاق الضماد بذا أهل وقت جهالته دا هر بيدك وهبو دحب دوستي هبون أيش غير ميري وناكي وزوقا سبقليتي دوستانية بكي أو يزور القبر يجب هر بمري هر نابا مزلا يعني في صالة ده إيه بقولوا كربن تمرنا شونا قبره أبا بو يزورا تبرد مانا شيا مانا عبارته هذا معنوي لن يخلص العام يعني إخلاص شيء نبي إيسا الله لن يخلص خليل عشرين جية معاشرته ويا عشرين درجة عشرين جية معاشرته عشرين درجة يعني إخلاص لي يكج أهل أخرى يعني يك بدك يكج أهل أخرى خالص ويرا بنينة وصادق جزيرة بعد رجاء يأخذ معاشرة صادق جزيرة نيمبيا ذا قد ضماد أو يدور الخبر أو إلا ضماد تعنكي الضماد يعني أو دليل الديانة بياركي ودوبنا يعني حتى نكتب شيء مريء حتى مرن نجية عندما كي برسالة ذا كشكي سالما أغانينا. سيدا خلاص نبيا يا خلاص نكيا لن يخلص عشرة نقول يخلص عشرة بقشتنا. كذا هواي لن يخلص عام في هذا العام لن يخلص خليل عشران يعني من جهة المعاشرة ويا عشرة كما تبين من جهة العشرة بيجا لن يخلص عشرة يعني إخلاصنا خالصنا كي سادة لاشترمشنا كي دار رجاء خالص لاشترمشنا كي لا توصل عشران دارنا عشران معاشرة هذه المعاشرة تبقى مفعول يخلصها تبقى مفعول يخلصها عشران دارنا لن يخلص العام خليل كي دوسكي إخلاص نينا عشان يعني بجهة المعاشرة تكاسكي خالص نينا يعني أهل أخرى ذاق الضماد أو يدور حتى لن يخلص العام خليل عشرة يا عشرة ذاق الضماد أو يدور القبر يعني كل خليل يا حوالاوي دوستاوي هبونا أو دوستاوي تبيك منا ويأخذ جوي داري شا خبران بريا أو معناه بيجت هذا كسبه يعني السيدة أزدين عشرين بكي مفعول يخلصي نابا يعني إجا عشرين به ثم مفعولات لن يخلص عام خليل لن يخلص عشرين لن يخلص معاشرة يعني أوجي كنت زمان كي معناه كنا عشرين معناه كنا عشرين معناه كيف كان مفعول خاطر عشرين معناه كنا مفعول يعني دايروا نقد عندي أزولان دايروا جا نقد عندي بيده الشاف سيدة نقد عشرين عشرين معاشرة تمام مثلا بفتحي شيء 10 ليالي تمام يعني فعشر بقى خبر 10 ليالي اما 20 بقى معاشرة
معاشرة مثلا دوام كبيع الشعرات يجي بجهته وقال أبي زار القبور زار القبور أبو مالك زار زيارته قبره كبير فأصبح الأم دوارها قرية أن ملتصق زيارتي قبره أو قرية يعني يقول بخبره بالي كيبية أو شيبية أو أبو مالك شيبية أو زار القبور دمكي أو جيب معنا مرنة يعني قبل زيارة كنا يعني مري البنياوي تريدين كما تضمدين وخالدا وهل يجمع السيفان ويحكي في غمد أذيا معنى الشرق واشتاوكنا تريدين يا أيها المرأة كما إذا تذكي كيما تضمديني وجي كنت من تكياركي أو خالدين تكياركي هذا ما تكياري خور وسا قصدك دبي وهل يجمع الطيفاني ويحكي يازق بشترى تجمع كرني دشور في غمد الكالانا كده يعني في ذكر دو دبن يعني أمانة وقرأ ابن عباس ألهاكم عن الاستفهام الذي معناه التقرير ابن عباس ألهاكم خندية الاستفهام ومعناه التقرير يعني إثبات يعني معناه ألهاكم يعني مشغول كريا مشغول كريا دبوي بلي كلا ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر نفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولا يهتم بدينه يعني كلا منع وشياربونا لسر أنه لا ينبغي نلايق للناظر نفسه إيجوج نفسه هيجي حياة أن تكون الدنيا وببي الدنيا جميع همه وتمامها فهمه دربي بدنياه ولا يهتم بدينه واهتمام ندي دينه فأب نلايق إنسان وهيا نفسه ويهبه وناس كربه سوف تعلمون يعني أب إنذار أفضل تعالى ما ترسيني ليخافوا جوجو بترسل فيتنبهوا من غفلتهم جوي غفلة أخوة وج آخرتي غافلين وج طاعتي خدي غافلين شيارك والتكرير ومس سوف تعلمون تجارة هاتي تكرار كذين كلا تجارة هاتي تكرار كذين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا تجارة هاتي تكرار كذين نتغرد آياتها أف تأكيد للردع تقوية يجب من نعكرني يعني خذ تعالى مطلب منع بدل والإنذار عليهم وخذ تعالى مصر سيني للسري يعني يقولوا النكر وثم دلالة على أن الإنذار الثانية أبلغ من الأول وأشد وثم دلالة كي قطر صاد دوا يعني سوف تعلمون أبلغ ذهاب مبالغة ترى من الأول جيا فيشي وأشد ذهاب قوة ترى يعني أواقم مثلا هاتين تكرار كذا ذهاب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون دها مبالغة دها قوة دها تقوية كذا بلي كما تقول للمنصوح سيدة أزدبين سوف تعلمون تاني تأكيد تكرير هوية يعني نكلا يا أنا كلا أنا هاد السلام سلام لا سلام لا أزدبين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذا عيني تكرار كيلو لا أدريم كسيدة مساعدتك أدريم كلا جبور راد حيرة إذا سوف تعلمونك وقت تكرار كيلو أبنا تأكيد جبور راد حيرة يعني الناس كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لا سوف تعلمون
هذا بك سيدا أما سوف تعلمون بالثاني نتكرار تكرار كلا سوف تعلمون وثم كلا سوف تعلمون ثم كلا يعني تكرار بكلا تعلمون سوف تعلمون تستر هذا يعني بهذا التكرار يعني كلا تنبي التكرار ثم سوف تعلمون تنبون تمام مطلوب تكرار هر دو لبن يعني دبيت سوف تعلمون ايش معنات التكرار كرن دبيت تاكيد جبور رد ايرا معناه كلا ايرا يعني شو كلا بدون تاكيد كيف سوف تعلمون اجي تاكيد ويرد ايرا يعني وقد مثال تجي عيني ملوك شتي سيدا بكما أقول لك تكرير الكلام تكرار الكلام لماذا؟ لأجل يعني تأكيد الرفع والإنزال هل هو تجي رفع والإنزال تأكيد يعني كما تقول للمنصوح بشاوة تيجي إيجو نصيحة وشيرات على تجرد بيجي أقول لك أشترت بيجم ثم أقول لك جارك دي أشترت بيجم لا تفعل حال لك يعني مثلا زي بيجم شاوة جملات تبقوا فيها يعني دي ماكي تكميلات جملة تبقى يا كلا يا سوفتني بلكي تبقى والمعنى يعني سوف تعلمون الخطأ فيه بزان بغلطية أخوة خطأ يعني شيء أخوة فيما أنتم عليه أو تكتبون للسرينة إذا عاينتم ما je viens jeter زامل que سوف تعلمون نك كلا سوف تعلمون سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه ونهي بعد أن غلطية أخوة يعني شيء أخوة تكتبوا من السرينة إذا عاينتم وقتيقوا بدي بوجورة ما قدامكم أو تشتغل التشياوة من حول لقاء الله أو ترسو زحمتيها لقابلنا خده وني هنجي غلطي وشاشتيها خوا وني بعد بلي وإن هذا التنبيه أشياء نصيحة لكم شيرة جورا ورحمة عليكم ورحمة للسروا ثم كرر التنبيه أيضا ذاك اللي قد تعالى أكشيرتها أبتشيار كرناها تكرار كر وقال قلت لو تعلمونا أب محذوف الجواب أب لو تعلمونا جوابا ويناك شو حسبه يعني حالو جدي لو تعلمون ما بين أيديكم أقربهم بزان أو تشتد نابا دستي ودي عن الأمر يقيني وزانكونا وأمريكو يقين الراسة أي كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور التي وكلتم بعلمها إمامكم أي كعلمكم وكويزا نبونا ما تستيقنونه هو اليقين لكن من الأمور التي جوان أمور أمر يقولوا وكلتم بعلمها وهم مسألة وكيل كرين بزانبونا إمامكم مقصد وهو خمته وقصده ونيو هنكي يقيني بزان جواباوي يا لو تعلمونا في شكلي شو يحسبه لفعلتم ما لا يوصف أيضا جوابي لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنب هنجي وني بكن تشتبو ناي وصدان وكنيا وينك تشكا وينك جواب أبي işte جواب أبي سيدان تام أو بنكرة يعني لو تعلمون جواب أيها لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنب جوابه يكتنب لا يوصف ولا يكتنب بنا مجهولة يعني مرف نكا ناي وصف دان وحقيقته وناي ظانين لا يظانين ولكنكم لكن وين ضلال ونصح ضلالتنا جهلة والنزانة ثم قال بين يقول ترون الجحيم الجوابين يعني وني جهنمي ببينن وني آقل ببينن
إذا فبين لهم وقد تعالى بيان كل مشركة ما أنزله منه تشتكوا أوجية الخانة وأوعدهم به وقد تعالى قف واقف في قارية ونيتشبكن لترون الجحيم وني جهنم وني جحيم بقينا وقد مر دربات فيها ما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه وتعظيمه يعني تشتك وقتكم مثلا دربات بو نكفش دربات بو وبين إيضاحاوي حتى كرين أف دلالتي سرچتكي سرويتشتكو مطنا وعظمتها وناكي وكربنا بيتكي وهو جواب القسم محذوف أو إذا جوابات شيء لترون الجحيم جواب قسمك قد فيه حسبي والقسم قسمجي لتوكيد الوعيد جبون تقويا ويقفارنا خدا ومخلي تعالى الدنيا أقل فيه وأن ما أوعدوا به أو تشتكوا هاتنا وعد كرن به صوصدان به ما لا مدخل فيه للريب يعني أو تشتكوا جشكي وشبهيرة يتجيرة سيدا تشتكوا الصوص بيرا هاتنا دان نينه تشتكوا بيه هاتنا قفخورن وخدي أو جوعيدة ملعب ديني فرقة وعادة أو عادة دائما شيء وعد بمعنى سوز دائما أو عادة مزيد بمعنى تهديده يعني وعد نظام بخيري بجنتها مكافاتها وعيد يا بعذاب وكرره معطوفا بثم يجب خذ تعالى تقول ثم لترون الجحيم بالسماء تكرار كريا أف تغليدا في التهديد تبي قفارين إذا والزحف مثلا منظومة زحف قالنا وزيادة في التهويل والترسا ويجي زحف زي ذيا يجبو هناك بالسماء هاتية تكرار كريا وقريا لترون بالحمز وهي مستكرهة يعني بحمزة جهاتية خواندن لهما قبيح دان كره دان وتير نخشا إذا بفعل قلت لما استكرهت شما بحمزة استكراها يعني كرهتها هاتيا كرن والواو المضمومة قبل حمزة قياس مضطرد ومثلا واو مضمومة بريا يعني واو الضماني به بريا حمزة أو قياسك قاعدة مضطردة يعني تي قلت بيجب ذاك في الواو التي ضمتها لازمة أو جوي ضم واو وضماوي ضماوي لازمية أو جوي لولوتي أوكرن قاعدة كي مثل قياسية وهذه أبوا وها ضماوينا عريضة نولي بيدبويا لإلتقاء الساكنين جبوا لقابونا دسنا كنا نهبدو نبي واو شكرنا مضمون كرنا وجنسي واوي ضماوي وقريا لترون مثل بواويجي خندنا ولا تورونها على البناء المفعول وبناء مفعول تيجي خندنا عين اليقيني يعني أي رؤية التي تيجا عجبك يقول لا ترون لا بلي إيه ترون هنا ببينا لا ترون هنا بينا دي يعني إيش ولا بيدا أبي تبوا أبي ولا نشاندان أي بوا ولا ديتن عين اليقين أي رؤية التي هي نفس اليقين وخالصته عين اليقين بجكي جانا أو ديتنا النفس يقينية بخويا وخالصته خو يعني خالص بها يعني أو بخويا ويجوز أن يراد بالرؤية ودرسها ومقصد الرؤية شبه العلم والإبصار يعني علميات زانبون وديتن عن النعيم عن اللهو والتنعم يعني ونورنا سؤال كرج النعمة أو كيفي والتنعم من أخبارنا الذي شغلكم الالتزاز به عن الدين وتكاليفه بون مشغول كربون بون لذته ببينين جدين يخا وجشتيغو الدين بار مكريا أمد فرزيغو كرنا مثلا بون مشغول كرنجي أو لهو نعمته
أو نجبي ورنا سؤال كريم. فإن قلت ما النعيم الذي يسأل عنه الإنسان ويعاتب عليه؟ بأجر بيجي نعيم يقو برستي كرنجي إنسان وعتاب لسرتي كرن أو كيجا نعمته. فما من أحد إلا وله نعيم. نين الشخصك إلا جرى نعمتنا. هاي إنسانك قدت على نعمتنا تبا. قلت بأزي ببيجم هو نعيم من عاكف همته على استيفاء اللذات. أب نعمت أو يقول نفسه خو قريدايا قصده خو دردي خو همي خو على استيفاء اللذات. سادة كيف ذوقه سر لذات أقول بيك بيني دردي وي وهماوي وغماوي وقصداوي أو نعمت. ولن يعيش أو يشمش نبويا إلا ليأكل الطيبة إلا بخارنا خوش بخور ويلبس اللينة جلي النار جلي حفريش يتبكر بكم ويقطع أوقاته باللهو والطرب ووقت يخوى ببر خلاص بكي مثلا باللهو بكيفي مثلا بزرنا وشالبيا ببيركا لا يعبو بالعلم والعمل ديك اعتباري ندب علمي بزانبوني وبعمل. يعني الصادة طربنا رقصة سيدا؟ إيه؟ طربنا رقصة بلكي الرقصة هجاندنا طرب ما أنا هجاندنا الرقصة هجاندنا الرقصة ولا يحمل نفسه مشتاقهما وحمل نفسه خجي لسر علمي وعملي ناكي زحمتي بناكي يعني يقول مثلا علمي ده حتى إنسان تعلمي زحمتي ناصر ولا يحمل نفسه مشاقهما مشقته والخروج علم عمله بلي ولا يحمل نفسه مشاقهما مشاق العلم والعمل. تمام. بلي يعرف علم عمل. ولو قلت تمام بلي. فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه أو كسب تمتعي يعني كيفي بكي بتشي بنعمة خدي وأرزاقه التي ويرزقه خدي تعالى لم يخلقها إلا لعباده أو رزق نخلقان يتشي نكري إلا جبو عبادة وإنسان جي فايدة لم يشبه وتقوى فيها على دراسة العلم وجبو ببي قوة تقوية جيرا لسر درساء علمي والقيام بالعمل وجبوب عمل كهربي بكي بلي وكان ناهدا بالشكر ومثلا هناك يجيب به سبب وانسان الشكر خدي بكي ونعمتها بكي جبوب كهربش خدي عبادت بكي زوان نعمتها faydalanmış gibi be Seyda. بلي زوان نعمتها faydalanmış gibi o kuvveta بفان نعمتها بفان أرزاقها قوتها تمتع وتقوى دراسته علمية قيامة بعمله وقائم بشكر خدا فهو إفوابا فهو من ذلك بمعذر أو أو عتاب لنينية عتاب لنينية عتاب للعظيم نجبي ريا يعني نجوى نعمة ريا أو يقوى نعمة خدت على شبو إنسان شيء كذا وإنسان شو فايدة لميش نعمة عتاب نعمة أو جدا كثير. وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه أكل هو وأصحابه تمرا وشربوا عليه ماء. مثلا إشارة كبيرة في خنبر خدا وما يقول في خنبر يعني روايات كريا بأنه أكل هو وأصحابه في خنبر ويهبالي خاريا تمرا خرما خارنا وشربوا عليه ماء ولسر خرما أو بخارنا فقال في خنبر ميد الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حمد جوي خداي ربي وخارن دايما وآب دايما وأم قراننا مسلمان وسبب في خنبر ما شكر كريا. عن رسول الله من قرأ ألهاكم التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به عليه في الدار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قال تكاثر كبني وده تعالى حساب
سيدا داوية حديثة وأعطي من الأجل كأنما قرأ الآية نجي حديثة أما إيه بيشنا من أصابكم الله غير كثيرا